السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب يكون يومكم خير النهارده. النهارده هنتكلم عن مواضيع كتير. هنتكلم عن اربع خمس مواضيع. منهم مباراة الزمالك ومباراة الاهلي، المنتخب، كابتن حسام حسن، وبعض الاخبار التانية. بس قبل ما نتكلم في الاخبار ديت، هي الاخبار دي الخاصة بالاسبوع اللي فات كله. لو انت بتتفرج علينا على اليوتيوب، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشترك معانا بالقناة. انت بتتفرج علينا على الفيسبوك او التيك توك، آه، دوس لايك طبعا للفيديو، واشترك معانا على الصفحه. طيب مبدئيا هنتكلم اول حاجه عن كابتن احمد رفعت. الحمد لله ربنا قومه بالسلامه واستفاق، وان شاء الله خلاص يعني خلال ايام باذن الله هيرجع بيته، وهيبتدي يشوف ايه الفترات العلاجيه اللي هيكمل عليها ويرجع الملاعب. بس في حاجه مهمه يعني، بعد رجوع بالسلامه الحمد لله، لازم اتحاد الكرة ياخد خطوات مهمة جدا، خاصة بإصابات اللعيبة في الملاعب. يبقى في بروتوكولات صحية، بحيث إن الموضوع ده ما يتكررش تاني، ولو اتكرر يبقى بشكل أقل من كده بكتير، ويبقى أنت واخد احتياطاتك. زي مثلا الملاعب لازم يكون فيها، كل الملاعب كل المباريات بيكون فيها عربية إسعاف بتكون مجهزة بأجهزة تنفس صناعي. ده ما كانش موجود، أجهزة التنفس الصناعي ما كانتش موجودة. فلازم يبقى في اجراءات من اتحاد الكوره والمسؤولين عن اللعبه، اذا كان خاصه برابطه الانديه. لازم كل ده يتوفر عشان صحه اللعيبه وعشان سلامه اللعيبه الموجوده في الملعب. ده كان اول خبر معانا. تاني خبر معانا هو كابتن رمضان صبحي. من 5 ايام او من 4 ايام، هيئه الصحه الخاصه بالمنشطات خطبت اتحاد الكوره. بيبقى اللعيبه المفروض كل فتره بتاخد عينات عشوائيه، بتحلل للمنشطات اذا كان في البطولات الافريقيه او في المباريات المحليه. طيب مين المسؤول عن ده؟ هي هيئه الصحه الخاصه بالرياضه. دي مش متواجده هنا، دي متواجده بره. دي هيئه الصحه العالميه، تمام، مختصه بالمنشطات. دي المفروض ان المنشطات بعد ما بتتاخد عينات عشوائيه من المباريات، بتتبعت العينات بتاعتهم وبتتحلل بره. طيب من ضمن العينات دي كانت عينه لكابتن رمضان صبحي نائب فريق بيراميدز. جه لاتحاد الكوره من المنظمه ديت، من الهيئه دي، فاكس او خطاب ان اللاعب العينه بتاعته ايجابيه، يعني واخد منشطات، ولازم اللاعب يرد عليهم في خلال 15 يوم قبل ما يتحول للتحقيق. تمام. يرد عليهم في ايه هو او النادي؟ في تحليل الموقف، ايه القصه ديت قبل ما يتعرض للتحقيق، عشان لو ما ردش عليهم هيبقى في اجراءات صارمه على اللاعب وعلى النادي. طيب ده اللي صرح بيه اتحاد الكره، ان جاله خطاب بايجابيه العينه اللي تمت لرمضان صبحي. نادي بيراميدز والغريب قوي في الامر، طلع هاجم رئيس اتحاد الكره عشان صرح التصريح ده، وقال ان في جواب جاله من المنظمه ديت. طيب انت طلعت هاجمته وقلت ان المفروض كابتن هاني سعيد وغيره من نادي بيراميدز قالوا المفروض دي حاجه سريه وما تتعرضش وما تتقالش يا سيدي ماشي، انا هفترض ان معاك ان كلامك ده مظبوط. تمام، مع ان الراجل جاله جواب رسمي. يعني انت المفروض الشكل العام انت بتعرض على الراي العام اللي تم. انا مش شايف ان ده غلط يعني، بس فلنفترض انه ماشي معاك يا كابتن هاني، هو قام بالمتحدث الرسمي، هو مدير الكوره، والقصه دي في نادي بيراميدز. معاك يا كابتن هاني. طب انت طلعت هاجمت اتحاد الكوره، طب هل قلت ايه اللي جه في الخطاب؟ لا، انت هاجمت بس. طب هل قلت ايه اللي هيعمله نادي بيراميدز الفتره الجايه؟ لا. طب انت طالع تقول ايه؟ حضرتك طالع علينا في الاعلام تقول ايه؟ طالع علينا يعني، كنت ممكن تتكلم كابتن استاذ جمال علام رئيس الاتحاد الكوره وتهاجمه في التليفون عادي وتقول له ده ما ينفعش. حضرتك طالع علينا في التلفزيون وفي الصحافه بالاخبار بتاعتك او بالتصريحات بتاعتك ليه؟ انت عايز تبين لنا ايه؟ حضرتك طالع ترد عشان تبين حقيقه، صح؟ اوكي. طب بما انك طالع ترد عشان تبين حقيقه، المفروض لما انت بتهاجم تصريحات مغلوطه انت شايفها من وجهه نظرك او ما ينفعش ان هي تتقال، المفروض تقوم انت قايل لا ده الصح بتاعها كذا. تمام؟
وتقول لا ده الفتره الجايه بما ان الصح بتاعها كذا او ده الصح كده، احنا الفتره الجايه هنعمل الاجراءات اللي هناخدها عشان اللاعب بتاعنا نحميه، هنعمل 1 2 3 4 5. انت لا عملت ده ولا عملت ده، طب انت بتهاجم ليه؟ ايه دليلك طيب؟ انت يعني انا اللي اعرف حاجه، انت قلت دلوقتي انت كمشاهد جيت قلت عليا كلام، تمام؟ انا طلعت هاجمتك وقلت لك الكلام انت بتقوله ده غلط، المفروض اقول الصح بتاعه. لا ده ما حصلش، كلام في الهواء يعني. دي من ضمن الاخبار الغريبه والعجيبه من نادي بيراميدز كالعاده يعني. دايما هم شايفين ان برضو من ضمن التصريحات كابتناني ان الجمله الشهيره بتاعت نادي بيراميدز احنا بنتهاجم، احنا معمول علينا حمله. احنا مين اللي عامل عليكم حمله ومين اللي بيهاجمكم؟ مين؟ الاهلي والزمالك؟ هم قال الاهلي والزمالك بحاجه زي كده؟ مين المستفاد يعني ان هو يطلع يقول رمضان صبحي بياخد منشطات وان خبر لو كاذب يطلع يتحمل نتيجه ده؟ ما اكيد كابتن جمال علام لما قال كده جاله خطاب. يا فندم اطلع انت وقول الخطاب اللي جالك من الهيئه الصحه للمنشطات، اطلع طلعه قول لا الكلام ده مش مظبوط وطلع الخطاب اللي جالك. بما ان الخطاب ما فيهوش اي حاجه بتقول ان المنشطات او العينه ايجابيه، اطلع قول، اطلع اشرح للناس، اطلع فهم الناس. بس عشان ما ناخدش بس وقت كتير قوي في الحته دي، ده جزء من الاخبار. طيب هنتكلم عن مباراه النادي الاهلي مع سيمبا التنزاني. خلصت في الذهاب هناك في سيمبا في ملعب سيمبا، خلصت 1-0 للنادي الاهلي بهدف كوكا. كولر لعب المباراه دي بذكاء جدا. اولا لو تفتكروا الاهلي قابل سيمبا التنزاني قبل كده في السوبر الافريقي اللي هي كانت البطوله الجديده اللي اتعملت اللي خدها صن داونز. الاهلي كان قابل فريق سيمبا التنزاني وكان عدى منه. كان المباراه الاولانيه كانت 2-2 في تنزانيا، الاهلي تعادل 2-2 هناك، والمباراه الثانيه كانت 1-1 في القاهره، والاهلي فرق بعدد الاهداف اللي انت مدخلها على ارض المنافس. تمام. كولر المره دي في المباراه ديت اللي لعبها ما فتحش لعب زي ما كان بيلعب مباراه السوبر. الراجل لعب صح، قفل مفاتيح لعب سيمبا لان فرقه محترمه جدا وعندها سرعات، وده اللي كان نتيجته ان احنا الاهلي دخل فيه جونين في مباراه السوبر لو تفتكروا. الراجل لعب على اخطائه اللي كانت موجوده قبل كده، انه ما ينفعش يفتح لعب على ارض المنافس، خاصه ان فريق سيمبا بيعرف يلعب كوره كويس جدا وعنده سرعات كويسه جدا. قفل مفتاح اللعب، قفل نص الملعب، ولعب على الهجمات المرتده وفي الاستحواذ، وهو ده اللي تم. الاهلي كان متقهقر شويه من نص ملعبه، بس قدر يستغل من اول 10 دقائق جاب جون، وحاول اكتر من مره وكهربا لما نزل في اخر تلت ساعه جات له فرصتين بس ما لحقش، ما قدرش يستغلهم بالشكل الانسب. فانا شايف ان كولر في المباراه دي لعب بتوازن جدا، لعب بفكر كويس جدا، فكر اللي انت بره ارضك بتحافظ على جونك وفي نفس الوقت تقدر تسجل وتخطف جون. من احسن اللعيبه كانت في المباراه دي كان طبعا مصطفى شوبير، كان متالق، شال حوالي 3-4 فرص مهمين خطيرين كان ممكن يسفر عنهم مع الاهداف. محمد كوكا كان كويس جدا، مروان عطيه كان كويس جدا. علي معلول وبيرجع من بعيد كان من احسن اللعيبه الموجودين في المباراه. هم دول الاربع لعيبه اللي انا شايفه كانوا انسب 4 لعيبه او احسن 4 لعيبه كانوا في المباراه وبيأدوا المطلوب منهم. طيب الاهلي كده كسب 1-0 على ارض سيمبا، لسه الصعود ما اتحققش، انت حطيت زي ما بيقولوا كده رجلك اليمين في قبل النهائي، لسه عندك مباراه عوده في القاهره هتبقى يوم الجمعه الجايه. فان شاء الله باذن الله الاهلي يجيب اهداف ويحرز اهداف ويكسب الماتش الجاي ويريح نفسه بدري من الشوط الاولاني. لان انت سيمبا لو جاب جول في الشوط الاولاني في النادي الاهلي الموضوع هيتصعب. انت ما بين جمهورك وعلى ارضك وهيبقى في حضور جماهيري كبير في رينج حوالي نتكلم في 50-60 الف، ده الامن صرح بيه انه هيحضر المباراه. مهم اللي انت من الشوط الاولاني تخلص وتحاول تجيب جول وتزود. ده بالنسبه للنادي الاهلي. بالنسبه لنادي الزمالك كان عنده مباراه النهارده مع مودرن فيوتشر. المباراه الفرقتين نازلينها قبل الماتش 50-50. هو مباراتين طبعا في القاهره، مباراتين هتلعبوا الذهاب والعوده في مصر في القاهره. اول مباراه النهارده كانت المفروض هي على ارض مودرن فيوتشر،
المباراه قبل ما تتلعب الفرقتين 50-50. فرقه مودرن فيوتشر فرقه محترمه جدا مع مدير فني محترم، فرقه الزمالك فرقه قويه فيها لعيبه قويه، فيها لعيبه وصفقات كويسه جدا. ماتش ما تقدرش كنت تقول مين يقدر يكسب، ماتش قريب. مودرن فيوتشر سجل، رجع الزمالك في الشوط الاولاني في اخر ثانيه مسلوسي جاب جون، الشوط الثاني زيزو جاب جون من ضربه جزاء وخلص الماتش 2-1. الزمالك حط زي ما بيقولوا كده رجليه اليمين برضو في قبل النهائي، بس لسه عنده ماتش العوده برضو هيبقى يوم المفروض الحد او السبت الجاي. طيب الزمالك مطلوب منه ايه الماتش الجاي؟ الزمالك بنسبه 60% خلاص عدى الماتش، و40% مودرن فيوتشر. بس المفاجآت مش بعيده وارده، لان مودرن فيوتشر مش فرقه صغيره، فرقه محترمه. بس هي فكره انت النهارده الزمالك كسب 2-1 على ارض مودرن فيوتشر، يعني مودرن فيوتشر لو كسب 1-0 الزمالك اللي يصعد. فمودرن فيوتشر مطالب انه يجيب جونين، اي نتيجه اكتر من جول، بس يبقى فارق جونين لمودرن. يعني لو كسب 2-0 مودرن يصعد، لو كسب 3-1 مودرن يصعد. فالزمالك لعيبه الزمالك عليها ان هي في الماتش الجاي تحاول على قد ما تقدر ما تفتحش لعب وتحافظ على النتيجه اللي كانت عاملاها، في نفس الوقت تصعد بالهجمات المرتده او تلعب كره منظمه يكون فيها لعب. مودرن فيوتشر كده كده مطالب ان هو يهاجم عشان يحاول يخطف الشوط الاولاني جول، وعلى قد ما يقدر الشوط الثاني ممكن يجيب جون تاني. بس هي الفكره مودرن فيوتشر الزمالك ما بيعرفش يقفل، الزمالك نوعيه لعبه ما بيقفلش، فالزمالك هيبقى نازل بيهاجم. فمودرن فيوتشر عنده حاجه من الاثنين، يا هيهاجم ويفتح لعبه هو كمان، يا اما هيقفل ويلعب هجمات المرتده والسرعات، وهتبقى في صالح مودرن فيوتشر لو لعب بالطريقه دي. لو الزمالك هاجم وفتح لعب الزمالك ما بيعرفش يقفل. الزمالك مش من نوعيه الفرق اللي تنزل الماتش تبقى في نص ملعبها ومقفله، الزمالك ما بيلعبش كده وما بيعرفش يبقى كده. الزمالك دايما بينزل وبيفتح ملعب وبيهاجم. فالزمالك لو ما خدش باله مودرن فيوتشر ممكن يجيب جون وجونين، خاصة ان انت لعبت الماتش الاولاني مش هيبقى زي الماتش التاني. مودرن مش هيلعب نفس الاسلوب بتاع الماتش بتاع النهارده خالص، هيغير من طريقة لعبه تماما. فالفرقة مودرن فيوتشر مطالبة ان هي تكسب، مطالبة ان هي تجيب اجوان، بس الزمالك مش هيقفل الملعب، الزمالك هيفتح لعب. المشكلة هنا او النقطة هنا في ايه؟ النقطة هنا ان مودرن فيوتشر لو لعب على الهجمات المرتدة على الزمالك ولعبها صح ممكن يخطف الماتش بالشكل ده بالنسبة لماتش الزمالك. طيب هنتكلم من ضمن الاخبار والاحداث اللي حصلت في الاسبوع ده. كانت مباراة مصر وكرواتيا وكابتن حسام حسن. اجمالا ملخص المباراتين والمعسكر اللي تم، انا من وجهة نظري ممكن تتفق معايا او تختلف، المعسكر كان مفيد جدا للمنتخب. هتقولي مفيد في ايه؟ احنا كسبنا نيوزيلندا فرقة مش قوية واتغلبنا من كرواتيا 4-2، اوكي، تجربة انا شايفها قوية. ليه؟ اولا ادت فرصة كابتن حسام حسن انه يلم اللعيبة اذا كانت المحلية والمحترفين، ده رقم واحد. رقم اتنين ممكن انت ما تبقاش مؤيد، وانا من ضمن الناس ديت بالاختيارات بتاعت كابتن حسام حسن، بس خلينا نتفق ده حقه، لان هو اللي هيشيل شيلته، هو اللي هيحاسب على النتيجه مش حد تاني، فاحنا مساندينه. ممكن نختلف معاه في بعض اللعيبه اللي اخدها وبعض اللعيبه اللي ما اخدهاش، تمام خليك بس ماشي معايا. لكن نتيجه البطوله اللي اتلعبت والماتشين الوديين لا مفيدين جدا لسبب بسيط. اولا انت لعبت كوره مختلفه تماما عن الكوره الافريقيه، مستوى تاني. هنقول منتخب نيوزيلندا هو مستوى متوسط كلاس بي مثلا، اوكي، فئه تانية او فئه ثالثه، بلس فئه ثالثه، اللي ما بين الفئه الثالثه والفئه الثانيه، اوكي. ولعبت كرواتيا فئه اولى، ثالث عالم وثاني عالم قبليها وثاني اوروبا، اوكي. يعني انت لعبت مستوى كلاس اي صرف، ناس بتلعب كره عالميه حديثه. استفدت ان انت اخطائك لما بنت قدامهم تقدر تعالجها في المباريات الافريقيه الجايه بتاعت تصفيات كاس العالم. مش تيجي تلعب قصاد تصفيات افريقيه وتغلط نفس الغلطات فتلبسها، لا، انت ما تظهر غلطاتك في مباريات وديه احسن بكتير ومع فرق قويه ومستوى اعلى منك بكتير، احسن بكتير ما الاخطاء دي تظهر في فرق اقل منك وفي تصفيات كاس عالم. فهو استفاد، هو استفاد. طب في بعض اللعيبه مش هتنضم ممكن في المعسكر الجاي بتاع تصفيات كاس العالم مع بوركينا فاسو، وارد.
وارد جدا، واصله لك، وارد جدا انه يختار لعيبه تانية مثلا زي فتوح، ممكن ينضم. فتوح كانش معاه، بس كده كده فتوح هو شايفه، هو عارفه وغيره، لان محمد حمدي مش هيلعب الماتش الجاي. طب هتقولي هو ضمه ليه ولعبوا الماتشين ليه؟ ده فكر خاص بيه كابتن حسام، مش هنقف عنده كتير، هو غلط بس مش هنقف عنده كتير. فوارد جدا ان انت تشوف لعيبه تانية كانت موجوده في المنتخب ما هو ما كانش واخدها، وارد. اوكي. طيب التجربه استفدنا بيها، استفدنا بيها. طيب قصه تانية، كابتن محمد صلاح وكابتن حسام حسن. الموضوع يا جماعه مش هيخلص غير الاثنين لما يقعدوا مع بعض. اقاويل كتير، تصريحات كتير، وكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن عليهم بعض التصريحات اللي ملهاش لازمه. يعني ملهاش لازمه مثلا في التصريح، ضمن التصريحات بعد المباراه ان اللعيبه محمود تريزيجيه كان جاي ومضغوط في مباريات وجاي مصاب الى حد ما. هو طلع قال الكلام ده في مؤتمر صحفي، بس هو لعيب راجل وقال لي انا عايز العب يا كابتن وما ينفعش ما العبش. لعيب راجل، مش عارف مين راجل. ماشي، كويس ان انت بتشكر في الرجاله بتوعك، بس الكلام دوت من تحت لتحت انت برضو بتقصد بيه كابتن محمد صلاح انه ما جاش. ما احنا برضو بنفهم الكلام، بنفهم من ما بين السطور، فملهاش لازمه التصريحات دي. قصه برضو التيشيرت بتاع صلاح رقم 10 لما اداه للعيب في المنتخب، على ما اعتقد لعيب الزمالك الوينج الشمال، مش متذكر اسمه حاليا، بس لما نزل وبدل وكان لابس تيشيرت رقم 10 بتاع صلاح. ايه لازمتها طيب برضه؟ من قله الارقام؟ ليه بتستفزه؟ انا مش بدافع عن حد، بس انا بتكلم على مواقف باينه ومحدده بتخلي صلاح يشيل وكابتن حسام حسن يشيل. يا جماعه ما ينفعش يا كابتن حسام، انت ما ينفعش تلعب في المنتخب او تلعب بالمنتخب من غير صلاح، عشان بس ايه معترفين ببعض. الناس في كتير هتسمعاني هيعترضوا على اللي انا بقوله. يا جماعه محمد صلاح كل منتخب عنده لعيب عالمي بيمسك فيه بايده واسنانه. ميسي قبل كاس العالم ما ياخده وكوب امريكا ما كانش بياخد حاجه مع الارجنتين، ورغم كده كانوا بيجيبوه في كل الاحتفالات وفي كل الرسميات وفي كل المباريات، عشان هم ما عندوش غير النجم ده. وقيس على ده كله، قيس على كل المنتخبات العالميه اللي عندها لعيبه كبار بيعملوا كده. فانت عندك صلاح بونبونيره حاجه مميزه، ما ينفعش ما تشوفوش، ما ينفعش ما تقدروش، ما ينفعش. كابتن حسام انت مدير فني ليك احترامك، محمد صلاح لعيب كبير لعيب عالمي ليه احترامه. القصه دي مش هتخلص غير الاثنين لما يقعدوا مع بعض، وده اللي انا شايفه هيحصل على شهر 6 في المعسكر الجاي في الخاص بتصفيات كاس العالم. فالموضوع مش هيخلص غير بالشكل ده. طالما الاثنين بعاد عن بعض هتلاقي تصريحات من هنا بتتقال ملهاش لازمه، وتصريحات من هنا بتتقال ملهاش لازمه. فالموضوع ده مش هيخلص، من الناحيه بتاعته مش هتيجي غير لما الاثنين يقعدوا مع بعض. ده الخاص بكابتن حسام حسن وكابتن محمد صلاح. اخر خبر معانا، ليفربول لعب النهارده كسب برايتون 2-1. كانت مباراه قويه جدا. برايتون جاب الجول الاولاني في الشوط الاولاني. الشوط الاولاني خلص 1-0 برايتون. نزل دياز جاب التعادل باسيست محمد صلاح، والجول الثاني جابه محمد صلاح في قبل نهايه المباراه بحوالي بربع ساعه. وكان في مباراه قويه جدا بعديها، الارسنال والسيتي اتعادلوا 0-0. بعد المباراه ديت ليفربول بقى على صداره قمه جدول الترتيب الدوري الانجليزي ب 67 نقطه. يجي في المركز الثاني الارسنال ب 65 نقطه، ومانشستر سيتي ب 64 نقطه. كده بعد المباراتين دول او بعد الجوله ديت ليفربول بقى مركز اول، والارسنال زي ما قلنا تاني، وسيتي التالت. الدوري بيقترب من ليفربول، وارد. الكراسي الموسيقيه ما بين الثلاث فرق دي مش هتقدر تحددها او تقدر تقول مين هياخد الدوري غير في اخر جولتين. هي اللي هتبين مين بطل الدوري، لان الثلاث فرق شادين حيلهم جدا، ثلاث فرق نفسهم طويل، ثلاث فرق بيقدموا مباريات مميزه جدا. بس دي كانت نهايه الحلقه بتاعتنا النهارده. يا رب تكون قلت لك اخبار استفدت بيها. لو انت عندك اي استفسارات، لو عندك اي اراء، يا ريت تشاركونا بارائكم في الكومنتات، والسلام عليكم.